السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى، مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. هنعمل النهاردة الحمام المحشي. هو سهل جدا والبنات كلها هتلاقيه سهل مش صعب زي ما هم فاكرين. اول حاجة بتروح عند الفراج تجيبي الحمام. اوريك ازاي بتجيبي الحمام تروح عند الفراج وتحطي ايدك الاتنين تحت الجناحات كده، ماشي؟ شايفة ما قفلوش؟ طالما ما قفلوش تعرفي ان صدره فيه لحم. دي حاجه. تاني حاجه لما ينضفهولك قولي له افتح لي الجلده بعيد عن الصدر. انا سبت واحده علشان قلت له سيبها علشان اوريكم يعني ازاي. حطي صابعك كده تفتحيها من تحت وبعدين تحطي صابعك وتبتدي توسعي بقى كده يمين. هو شكله عملهم لي كلهم يعني، بس شوفي هي مفتوحه كلها تمام اهو، شايفين؟ وطبعا بتغسليه كويس. هو الحمام ما بيبقاش زفر يعني مش زي الفراخ، بس برضو اغسليه تمام. هنبتدي نعمل الخلطه بتاعته. الخلطه عباره عن بصل ومعلقه سمنه ورز، وهنروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. على البوتاجاز اهو، دي بصله مفرومه، بصله كبيره يعني علشان هما 6 جواز، لكن لو 2 كل ما يكون اقل تقللي تمام، وما تحشوش قوي. هنا فص مستكه اهو هنحطه معاه، وهنا الميه اللي هنسلقه فيها بصله، ودي مستكه وورق لورا. هنا خلاص البصل اصلا اتشوح، البصل اتشوح اهو. هنحط الكبد والقوانص انا مقطعاها صغير، بس شوحيهم شويه. توابل ملح وفلفل، فلفل كتير يعني معلقه كبيره، ودول شويه سماح بوصات يعني زي ربع معلقه. هنبتدي نحط الرز، طبعا ده مغسول، دول حوالي نص كوبايه. كده الخلطه خلصت، هنطفي عليها ونروح عشان نحشي الحمام. هنبدأ نحشي. هناخد واحدة كده اهي، شايفين؟ تاخدي معلقة دخليها شايفة اهو. طبعا دول انا بسيبهم هنا في الحمام بالذات عشان برجعهم ورا، لكن في الفراخ بشيل الضفر ده ملوش لازمة اصلا، واخده بالك؟ اهو حشيته خلاص. كتفيه بقى تكسري دي بايدك وبتكسر يعني، مش ناشف يعني. في ناس بياكلوه بالعظم كده بحاله كده على بعضه. تمام. شايفين؟ ناخد واحدة تانية.
شايفه انا مش بملاه قوي عشان ما يتقطعش في السليق. تمام اهو كفايه اهي. نوديها ورا شويه ونكتف. هخلصهم وما اجي اسلقهم احطهم في الحله هوريكم ازاي. هرجع لكم تاني. الميه غليت، احط معلقتين ملح ونبتدي نحط الحمام. تمسكيه في رز ولا حاجه زياده تعمليه تشيليه وتقومي حاطه. شايفه بيقفل اصلا اهو. ودي انا مخلياها علشان اشوف استوى ولا لا بيها. ما يستوي واجي احمره ارجع لكم تاني. هنا الحمام خلص، بصوا شايفين مش مفتوح ولا اي حاجه، والسوا بتاعه تمام مفيهوش اي حاجه اهو. شايفين الحمام سليم مفيهوش اي حاجه. ودي القناصه بصوا استوت اهي. علشان نحمر الحمام هنا زيت وسمنه فص مستكه. هتجيبي عندك نص ليمونه تعملي بيها الحمامه كلها كده اهو، عشان كله يوحد الايه اللون وبيدي طعم حلو برضه. نبتدي نحط الحمام. اخلصهم وارجع لكم تاني. كده خلاص حمرناهم، شايفين شويه وهيطيروا والله من مكانهم. وريحتهم جميله جدا. جربوا الطريقه بتاعتي ان شاء الله تعجبكم. بألف هنا وشفا. ولو اول مره تخشي قناتي انت عارفه بقى تعملي ايه، لايك وشير علشان يوصل لكم كل حاجات انا بعملها. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم مع الف سلامه.